دكتور بيعمل بتر لرجليه الاتنين علشان بس خاطر ياخد $500,000. تعال اقول لك ايه اللي حصل. دكتور بريطاني اسمه نيل هوبر، الدكتور دوت عمل بتر لرجليه الاتنين علشان ياخد التعويض بتاع التأمينات اللي هو حوالي $600,000. ولكن خليني اقول لك الموضوع بدأ ازاي. الموضوع بدأ في 2019 لما الدكتور دوت قطع رجليه الاتنين علشان ياخد التعويض اللي بقول لك عليه. ساعتها الشرطة والناس كلها قالوا قد ايه الدكتور ده بطل وصبور وقوي بيشتغل ورجليه الاتنين مقطوعين. ولكن مؤخرا بقى الشرطة البريطانية حست ان الموضوع دوت فيه حاجة غريبة كده. لما دوروا ورا الموضوع دوت لقوا ان الدكتور دوت هو اللي بتر رجليه بنفسه عن طريق ان حط رجليه الاتنين في تلج جاف لغاية ما باظت خالص، واضطر ان هو يعمل لها بتر علشان ياخد التعويض اللي هو $600,000. دكتور نيل هوبر اصلا هو جراح اوعية دموية، وبعد ما الشرطة دورت في الموضوع لقوا ان هو بيستمتع وبيجد متعة غريبة جدا في حتة البتر ديت حتى مع المرضى. بعد كده الشرطة قبضت عليه علشان هو كده لعب عليهم يعني بالبلدي خالص، ويدوله 32 شهر سجن، يعني حوالي سنتين ونص سجن. وكمان مسحوا اسمه من نقابة الأطباء وأصدروا ضده حكم قضائي علشان ما يمارسش الموضوع دوت مع المرضى. انتوا بقى قولوا في كومنتات، ممكن تعملوا كده عشان $500,000 ولا لأ؟